المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بالعناوين. تنفيذ أعمال فعالة لتوسيع خدمات مياه الشرب النظيفة في دلك شحاي. إلقاء محاضرة حول تقنيات مختار لتنمية بذور البطاطس في مديرية بارندو. الدراجون الإريتريون يعتلون المسرح مرتين مرتدين 3 قمصان شرف خلال المرحلة الثانية من طواف رواندا. روسيا تعلن السيطرة على أفديفكا شرقي أوكرانيا. رئيس البرازيل يشبه إسرائيل بنظام هتلر، وتل أبيب تستدعي السفير البرازيلي. أعمال عنف قبلية تودي بحياة العشرات في باب وخيميا. السلام عليكم ورحمة الله. يجري تنفيذ مشاريع إضافية لتوسيع إمدادات مياه الشرب النظيفة في دك شحاي بمديرية لوغوان سبا. وأوضح المواطنون الذين أدلوا بآرائهم بأن 4 محطات بنيت عام 2004 لا تتناسب مع عدد السكان وموقع السكن، فضلا عن عدم توفير خدمات مياه الشرب النظيفة في بعض المناطق. لذلك يجري تنفيذ مشاريع امتدت إلى الإسكان للتخفيف من المشكلة. وقال سمريك فلوزين رئيس لجنة تنمية إمدادات المياه في دك شحاي لوكالة الأنباء الإريترية بأنهم بدأوا البرنامج بحفر بئرين في عام 2021، حيث يتم إثراء المياه الجوفية بالسد الذي بنوه في دناري. وقال إنهم قاموا بحفر الخطوط ومد الأنابيب بطول 10 كيلومترات، وتم تركيب 3 خزانات مياه كبيرة و11 محطة، كما تم توزيع 421 عداد مياه. وقال مدير دق شحاي السيد نقاس والدهنس إن الهدف الرئيسي للمشروع هو ضمان الاستخدام العادل لمياه الشرب، وثمن مساهمة الأهالي في حفر الخط البالغ طوله 2.5 كيلومتر، وحثهم على مواصلة دعمهم حتى اكتماله. وشكر مدير مديرية لوغوان سبا السيد إبراهام حقوس الأهالي على مبادراتهم للتخفيف من مشاكلهم والموارد المائية لمساعدة الأنابيب. حصل مشروع تطوير إمدادات مياه الشرب في دك شحاي على شهادة من وزارة الأراضي والمياه والبيئة في نوفمبر 2018 لكونه مثاليا في التعامل مع المستندات وإدارة المياه وتكامل البنية التحتية والتعبئة المالية وغيرها. تم تقديم محاضرة حول تقنيات تربية بذور البطاطس للمزارعين بشكل عام والبستانيين بشكل خاص في مديرية بارندو. وخلال المحاضرة التي أقيمت يوم 18 من فبراير شرح خبراء تنمية الخضروات والفواكه في إقليم القاشبركة التقنيات والمزايا التي يجب اتباعها من قبل المزارعين لإدخال بذور البطاطس المختارة بشكل صحيح. وقال رئيس مكتب الزراعة بقسم بارندو الفرعي سيد موسى بهته إن المحاضرة كانت جزءا من البرامج التي تستهدف المزارعين لزيادة الدخل. وذكرت السيدة صقة خلاي منسق فرع المحاصيل بوزارة الزراعة إنه تم حصاد حوالي 44 كنتالا من بذور البطاطس المختارة من ربع هكتار زرعت للتجربة، وحثت المتدربين على العمل الجاد لإنجاح البرنامج من خلال تنفيذ النصائح التي يقدمها المهنيون الزراعيون. وفي كلمته الختامية حث القائم بأعمال مديرية بارندو السيد يمان محاري البستانيين على اتباع الأساليب العلمية لزيادة الدخل من الخضروات والفواكه. وقد أدرك المتدربون مزايا بذور البطاطس المختارة من المحاضرة، وحثوا على الترويج لمواصلة لبرامج مماثلة في مجالات أخرى. صرح رئيس مركز أسمرة للعلاج الطبيعي أخصائي الوخز بالأوبر والعلاج الطبيعي برهان حيالو بأن معدل الشفاء في المركز خلال عام 2023 ارتفع بنسبة 10% لتصل إلى 93%. وقال برهان لوكالة الأنباء الإريترية إن ما بين 250 إلى 300 مريض يأتون يوميا من جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن 93% من 4631 مريضا عولجوا في عام 2023 أظهروا تحسنا، و2% لم يظهروا أي تغيير ملموس، و5% توقفوا عن العلاج لأسباب مختلفة.
وقال إن 46% من العملاء يعانون من إصابات في العمود الفقري وشلل نصفي وتشنجات عضلية والتواءات في الوجه، وهي مشكلات شائعة أخرى، وتبلغ فرصة شفاء الالتواءات في الوجه بنسبة 90%، خاصة إذا جاءوا في غضون 10 أيام من حدوث الإصابة، حاثا المواطنين على تجنب العلاجات التقليدية التي تعقد المشكلة. وقال الشاب ميكائيل كفلي أحد المتخصصين المشاركين في المركز إن رضاهم الرئيسي هو التحسن الملحوظ في المرضى، داعين المواطنين على القدوم في أقرب وقت ممكن لتلقي الخدمات المستندة على العلم. اعتلى الدراجون الإريتريون المسرح مرتدين 3 قمصان شرف خلال المرحلة الثانية من طواف رواندا لكونهم أكملوا السباق دون خسارة الزمن وظهورهم بكفاءة عالية. المرحلة الثانية من الجولة الرواندية اليوم ب3 قمصان شرف، واحتل الأولمبي مرهاوي قدوس المركز العاشر وأخليل عرفين المركز ال11 في المرحلة التي بلغ طولها 129.4 كيلومتر. واحتل الدراج يوئيل هابتي المحترف لدى نادي بايك إيد الألماني المركز ال14، كما أنهى 5 متسابقين إريتريين آخرين السباق دون إضاعة الوقت أمام الإسرائيلي إتمار إنهورن الذي احتل المركز الأول. وفاز أخليل عرفايني بجائزتي أفضل دراج شاب لهذا العام وأفضل دراج إفريقي شاب، بينما حافظ مرهاوي قدوس بجائزة دراج العام الإفريقي. وحصل الإريتري أخليل عرفايني على جائزة أفضل دراج شاب لهذا العام بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و31 ثانية، يتبعه يوئيل هبتآب ويافيت مولوغيتا في المركزين الثاني والخامس على التوالي، وهكذا تم الإشادة ب3 أبطال إريتريين لدخولهم المراكز ال5 الأولى في هذه الفئة. وعلى مستوى المنتخبات تصدرت إريتريا القائمة بزمن قدره 10 ساعات و14 دقيقة و12 ثانية، تلتها رواندا متأخرة بزمن قدره 17 ثانية. أما على مستوى الفرق والمنتخب الوطني فقد احتلت إريتريا المركز السادس بفارق دقيقة 1 و7 ثوان عن نادي كويك ستيب البلجيكي. وفي سباق القميص الأصفر احتل الفائز بسواق رواندا 2019 مرهاوي قدوس المركز العاشر دون إضاعة وقت. وقد لفت الإريتريون في رواندا الانتباه لدعمهم في تشجيع مواطنيهم خلال طواف رواندا في نسخته السادسة عشر هذا العام. وتستمر المرحلة الثالثة من جولة رواندا غدا بمرحلة ثالثة بطول 140.3 كيلومتر. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت روسيا السيطرة الكاملة على أفديفكا شرقي أوكرانيا بعدما قالت كييف إنها سحبت جميع قواتها من هذه المدينة الصناعية التي كانت مركزا للمعارك على مدى أشهر، وهو ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار المهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شايغو أبلغ الرئيس بوتين في الكرملين بالسيطرة على هذه المدينة التي كانت موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس استمع إلى تقرير وزير الدفاع بشأن السيطرة على أفديفكا. وأوضح شايغو أن القوات الروسية سيطرت على حوالي 31 كيلومترا مربعا في أفديفكا التي دمر القسم الأكبر منها، وحيث أقام الجنود الأوكرانيون دفاعات قوية. وانسحب الجيش الأوكراني من أفديفكا بعد أشهر من المعارك العنيفة وفي ظل نقص في المقاتلين والذخائر، وذلك رغم محاولة إرسال تعزيزات إلى حامية المدينة. وأفاد الجيش بأن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده خلال انسحابهم. اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، في حين وصفت إسرائيل تلك التصريحات بالمخزية واستدعت السفير البرازيلي لديها. وقال الرئيس البرازيلي إن ما يحدث في قطاع غزة ليست حربا، إنها إبادة جماعية، مضيفا ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال. وسرعان ما توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة والمنددة بتصريحات الرئيس البرازيلي، فقد وصفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصريحات رئيس البرازيل بالمخزية والخطيرة.
أعلنت شرطة بابواغين الجديدة مقتل 64 شخصا في مرتفعات البلاد المضطربة في أحدث سلسلة من أعمال العنف القبلية المرتبطة بخلافات مستمرة منذ فترة طويلة. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية نقلا عن الشرطة المحلية أن ما لا يقل عن 53 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات قبلية في المرتفعات الشمالية في بابواغين الجديدة. وأضافت الإذاعة أن الرجال سقطوا في كمين في إقليم إنجا. ونشرت صحيفة محلية تقريرا قالت فيه إن العنف يرتبط بمعركة بين قبيلتين، والأمن قضية رئيسية في بابواغين الجديدة، ولقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم في أعمال شغب في الشهر الماضي. أفاد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أن موجة باردة ستضرب أجزاء كبيرة من الصين في الفترة من 17 وحتى 22 من فبراير الجاري. وتوقع المركز أن تجتاح الموجة الباردة المناطق الوسطى والشرقية، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة تصل إلى حوالي 20 درجة. ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة في شانشي وخنان وشاندونغ، بينما ستهطل أمطار متجمدة في خنان وهوبي وهونان وغويتشو. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، فيما يلي تذكير بالعناوين. تنفيذ أعمال فعالة لتوسيع خدمات مياه الشرب النظيفة في دك شحاي. إلقاء محاضرة حول تقنيات مختارة لتنمية بذور البطاطس في مديرية بارندو. الدراجون الإريتريون يعتادون المسرح مرتدين 3 قمصان شرف خلال المرحلة الثانية من طواف رواندا. روسيا تعلن السيطرة على أفديفكا شرقي أوكرانيا. رئيس البرازيل يشبه إسرائيل بنظام هتلر، وتل أبيب تستدعي سفير البرازيل لديها. أعمال عنف قبلية تودي بحياة العشرات في بابواغين الجديدة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.